وادي اهو شكل صدور الفراخ المشويه بعد ما خلصتها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في فيديو جديد من فيديوهاتي. النهارده هنعمل صدور فراخ مشويه. عندي صدر فرخه كامله قطعته قطع تخينه كده عشان هشويها على طاسه الجريل. في طبق نزلت 3 4 معالق زيت، بشر ليمون اهو، بشرة ليمون، وهنزل بالثوم، ملح، زعتر، كزبرة، بابريكا، فلفل اسمر. هي دي بس التتبيله بتاعه الصدور. بقلبها كده في بعض وامزجها مع صدور الفراخ. لازم امزجها كده جامد، مش شرط تقعد كتير على فكره، انت ممكن تعمليها وتسيبيها ساعه وترجعي تشويها على طول، يعني لانك انت بتشويها بالتتبيله فتفضل محتفظه بتتبيلتها، طعمها رهيب. الصوص السهل ده او التتبيله السهله دي بيبقى طعمها حلو قوي بعد ما تشويها. اهو بشر الليمون بيخليها حلوه قوي مع الزعتر، بناتي بيحبوها جدا. اهو قلبناها وهنسيبها، هنغطيها وهنسيبها ساعه في التلاجة. حطيت الطاسه على النار، طبعا خليتها تسخن جامد. هنزل بالصدور، الصدور في واحده او اتنين اتقطعوا سخان قوي مني، بس بيبقى حلو يعني عشان اخد بالي بس من السوا بتاعته. طبعا مش بقلبهم، مش بقلبهم دلوقتي خالص. انا هنا خفت انهم يلزقوا في الجريل، فطبعا حطيت نقطتين 3 زيت وهم كان فيهم زيت، فطبعا بينزل الزيت في الجريل نفسه. انا اهو قلبتهم، اللون اهو، هديهم فرصتهم في السوا، بس المهم ما يبقاش ناشف قوي، يعني ما تخلوش ينشف مني. هنعمل الرز، زيت وسمنه تسخن وهنزل بالرز. هنعمل رز ايه النهارده؟ مش هعمل رز ابيض ولا رز بشعريه، انا هعمل رز اصفر مبهر. التوابل بتاعته كركم، ورق لورا، ملح، فلفل، 7 بهارات. ولو عندك قرفه وعايزه تحطي قرفه، ليمون ناشف حطي براحتك، يعني عندك القرفه اللي هي العيدان دي حطي. الماده الدهنيه اهي بتسخن، مجرد ما تسخن هنزل بالرز. الاكله دي انا بحبها قوي لاني بعمل جنبها صوص الدقدوس وبعمل سلطه زبادي، فالصراحه مع الصدور المشويه بتبقى بالنسبه لي احلى من البانيه 1000 مره. احنا مش بنحب البانيه قوي. اهي الماده الدهنيه سخنت، نزلت بالرز، هقلب وهنزل طبعا بالتوابل. هو المفروض كنت نزلت بالتوابل الاول بس مش هتعمل حاجه، كله هيسخن في قلب بعض برضه.
على فكره ممكن تحطي له لو بتحبي طعم مرقه الدجاج، ممكن يعني لو حابه تحطي سنه مرقه دجاج فيه، ما تزوديش يعني، ما تحطيش المكعب كامل، او على حسب الكميه اللي انت بتعمليها. انا مجرد بعمل على قد طبقين بالظبط، بس انا مش عايزه فيه طعم المرقه، فانا بكتفي بالتوابل دي. هنزل بالميه السخنه اهي، طبعا بنزود الميه فوق الرز بنص سنتي، وبعد كده لو احتاج ميه تاني انت بتزوديه بقى ايه على حسب نوع الرز. فانا الرز ده بياخد الصراحه ميه كتير مني اهو. هطفي هنا وهنقولها على الناحيه التانية. هيغلي دقيقه، لمده دقيقه على نار عاليه، وبعد كده ههدي النار خالص. هنعمل بقى في الكبه صوص الدقدوس. الصوص ده جميل جدا، انا بحبه. واحدة طماطم، فلفل احمر واصفر او احمر واخضر، حزمة كزبرة، عصير ليمونتين، واحدة بصلة، فصوص توم كذا فص، يعني ممكن 4-5 فصوص، ونص فنجان صغير خل. في الكبة هنزل بيهم معاهم الكمون، الكزبرة، الفلفل الاسمر والملح. هضربهم في الكبة وهوريكم الصوص بعد ما اخلصه. هنا انا خلاص عملت صوص الدقدوس. المهم ان انا في الكبة طبعا ضفت زيت. لو ما عندكيش زيت زيتون حطي زيت عادي، هو الاصل بتاعه بيتعمل بزيت الزيتون، بس طعمه صراحة انا بحبه قوي في المشويات. هنا بشرت واحدة خيارة، حطيت معلقة فلفل اسمر، وهنزل بواحدة زبادي، وهعمل سلطة الزبادي، مش بضيف ليها اي حاجة تانية بالنسبة لي يعني. الاصل بتاعها مش بيضاف ليها اي حاجة غير الفلفل الاسمر. هقلبها كده الحاجات دي، وبكده هكون وصلت لنهاية الفيديو. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. وده هو صدور الفراخ بعد ما شويتها، ده لونها في النهاية. ادي صوص الدقدوس، سلطة الزبادي، وادي هو الرز المبهر. يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، والطعم ان شاء الله هيعجبكم اكتر لما تجربوه. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في قناتي. السلام عليكم.